تعال نفكر كده مع بعض، ايه اكبر حاجة خلقها ربنا في الحياة، في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي؟ هل هو الفيل الافريقي؟ هل هو الحوت الازرق؟ الحقيقة ان اكبر حاجة خلقها ربنا واكبر مخلوق خلقه ربنا في هذا الكون الفسيح هو عرش ربنا سبحانه وتعالى. العرش اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبقى فوقه بكيفية طبعا لا نعلمها، لكن نقر بيها. هذا العرش على عظمته وعلى قد ايه هو اجمد واكبر حاجة خلقها ربنا واعظم حاجة خلقها ربنا، اتهز علشان شاب عنده 36 سنة مات. فالواحد يستغرب فيقول ايه ده؟ ليه حاجة بهذه العظمة تتهز ويحصل فيها تغير علشان شاب عنده 36 سنة مات؟ كام شاب عنده 36 سنة بيموت؟ لكن الفكرة ان انت لما تعرف ان هذا الشاب هو سيدنا سعد ابن معاذ. وسيدنا سعد ابن معاذ بصراحة شخصية فعلا عظيمة، سبحان الله. بالمناسبة عدد سنين اللي هو أسلم فيها، هو أسلم وهو عنده تقريبا 30 سنة، كل إسلامه كان 6 سنين تقريبا. فتكتشف الإسلام قبل إسلام سيدنا سعد ابن معاذ يختلف اختلاف كلي وجذري عن الإسلام بعد، من أول لحظة. وكان هذا الشخص مختلف، هو كان جاي أصلا علشان خاطر يدافع عن ابن خالته سيدنا أسعد بن زرارة، وبعدين يقعد مع سيدنا مصعب بن عمير اللي هو برضو شخصية عظيمة جدا، فيقول له والله أنت اسمع مننا، لو ما عجبكش الكلام اللي احنا بنقوله خلاص. والجميل هنا ان سيدنا أسعد بن زرارة لما كان جاي عليهم سيدنا سعد بن معاذ بص لمصعب بن عمير وقال له أتاك سيد قومه فاصدق الله فيه. حتة الصدق دي محتاجة ان انت تفكر فيها، يعني ايه هل فعلا الصدق ممكن يبقى مغير، ولا لازم نقعد نحور ونمانيبيوليت و50 rules of manipulation و rules of power وتقعد تشغل دماغك على المحيطين بيك علشان خاطر تحصل على شيء ما، اللي هو في النهاية برضو بيبقى ولا حاجة، واحد ربنا يكرمه بأكتر وأضعاف من غير ما يحتاج لوشك أصلا. لكن سيدنا سعد بن معاذ بعد ما بيعجب بالكلام اللي سيدنا مصعب بن عمير بيقوله له، يرجع لقومه ويقول لهم أنا لا هتكلم معاكم وأموالكم وكلكم علي حرام لحد ما تسلموا. ما أسلمتوش أنا ما أعرفش عنكم حاجة وما تكلمونيش معايا. أصلا إزاي هو وصل للموضوع ده؟ يعني إزاي ممكن يبقى في شخص الناس تغير دينها عشان خاطر ما تزعلوش؟ فاهم انت؟ اللي هو لا 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 لا، عشان سيدنا سعد ما يزعلش انا هغير ديني، هترك دين الاباء والاجداد والحاجات اللي ابو جهل كان بيموت نفسه وبيموت الاخرين عليها دي. لا، عشان سعد بن معاذ. وهو يبقى عارف ان هو عنده هذه القدره وان ربنا مديله هذه القدره ويبدا يستغلها. عشان كده دي ملحوظه ثانيه على جنب برضو، ان انت سبحان الله لما ربنا بيديك قدره ما او حاجه ما انت جامد فيها you should use it، لازم تستغلها في الحاجة اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. فيبدأ يستغل هذا الموضوع. يعني عارف انت اللي هو لو ما كانش له خطر عند الناس دي طب ماشي اوكي خلاص ماشي بكلمناش، لكن الفكرة ان هو عمل لهم ايه عشان خاطر يعملوا كده. فيبدو ان هو برضو كانت اخلاقه عالية جدا، وكان في تعامله مع هذه القبيلة كان تعامل راقي جدا، لكن ده لم يسلط الضوء عليه، لكن انت لازم تستنتجه. فالناس كلها تقول حاضر ماشي، احنا القوم بتاعه كلهم يدخلوا الاسلام علشان خاطر سيدنا سعد بن معاذ. ادي من اول لحظة ليه في الاسلام كانت لحظة فارقة، عدد الناس اللي كانوا مسلمين زاد، قبيلة كاملة دخلت في الاسلام. لكن موقف تاني من المواقف اللي فعلا هزتني وانا بقرأ في كتاب الرحيق المختوم، الموقف بتاعه ساعة غزوة بدر. وساعة غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما هو كان مهموم، زي ما كلنا عارفين هم جماعة 300 أو 314 شخص كانوا يقصدوا إيه؟ كانوا يقصدوا إن هم يروحوا يجيبوا القافلة بتاعت أبو سفيان. إحنا سايبين فلوسنا لقريش وقريش خدت بيوتهم وحياتهم وفلوسهم وكل حاجة، فإحنا هنقصد القافلة دي نغير عليها وناخدها. خلاص بحكم السائد في الوقت ده عادي جدا، وده مفيش فيه أي مشكلة، وانت بتحصل على حقك اللي هم خدوه منك. لكن تجد ان هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للناس، ودي برضو حتة تانية حلوة قوي، ان كان في فترة هم لما كانوا مستضعفين في مكة كانوا ممنوعين من ان هم يحاربوا وممنوعين من ان هم يقاتلوا. كان في فترة
انت ممنوع ان انت تحارب او تقاتل او تمسك السيف او تموت او تعمل اي حاجه من الحاجات دي. انت تدعو دعوه سريه، ولو استضعفتوا ربنا كان بيصبرهم وبيعينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدي عليهم، زي مثلا قال سيدنا ياسر لما قال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بس مفيش حاجة أكتر من كده، أنت مش مطالب بإن أنت تعمل حاجة أكتر من كده. ويبدو إنه مش يبدو، أكيد كان في حكمة من وراء الموضوع ده. أنا بتخيل يعني بفكر إن ممكن يكون هذه هي الحكمة، إنه كان النسيج هيختل، إن كان ممكن ناس تموت هيدعموا الدعوه بعد كده وهيفيدوا الدعوه بعد كده. لكن هم مثلا في الجزء الاول زي مثلا سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد ده كان يعني سبحان الله من اعظم الشخصيات، واسلم امتى؟ اسلم متاخر. سيدنا عمرو بن العاص، احنا كلنا اللي في مصر بندين بالفضل وفي ميزان حسنات سيدنا عمرو بن العاص. بالمناسبه سيدنا خالد بن الوليد في ميزانه الشمال الافريقي كله والاندلس، كل دول في ميزانه هو بطريقه غير مباشره، لان هو لما كان في حروب فارس كان في ولد اسمه نصير. هذا الولد كان فتى مسيحي عايش، بعد كده لما دخل الفتح الاسلامي هو اسلم، وبعد كده ربنا اكرمه وانجب موسى بن نصير اللي هو كان واحد من الفاتحين لشمال افريقيا ومن المثبتين للحكم الاسلامي في شمال افريقيا. وبعد كده كان الامتداد بتاعه طبعا قاتلوا الذين يلونكم اللي هم اسبانيا والبرتغال. واحده من الحكم برضو اللي انا متخيلها هو ان انت الناس في الجاهليه كان عندهم نزعه ان انا عمل حاجه هموته، ما عنديش اي مشكله، ما عنديش اي مشكله في ان انا اريق الدم. فانت تؤمر في هذا الوقت ان انت لا تريق الدم، تتحكم في نفسك وتغير الطبيعه اللي كانت سائده وقتها. قد يكون طبعا اكيد في حكم كتير بس ده مش موضوعنا يعني. لكن يجي بقى بعد فترة في غزوة بدر كان بداية التحول. احنا خلاص اتعودنا ان احنا خلاص مش هنقاتل ومش بنحارب واحنا خلاص مسالمين ومش عارف، لا، يؤمر بقى وقتها ان انتوا هتقاتلوا. ويخرج النبي يقصد العير فيلاقي ان قريش استعدت بجيش، وجيش اضعافهم، دول 300 دول 1000، 3 اضعاف، اكتر من 3 اضعاف. فتلاقي ان المسلمين وقتها مش عايزين يقاتلوا، احنا يا دوبك كنا طالعين بس من غير اسلحه ومن غير اي حاجه، اللي معاه خشبه واللي معاه يا دوبك حصانين في وسط ال 300 دول. فلا، ده انتوا لازم تقاتلوا. فيقعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشيروا علي ايها الناس، ويحزن ان هو يعني انتوا مش عايزين تقاتلوا، يعني انتوا مش عايزين تحاربوا، يعني انتوا مش عايزين تاخدوا حقكم، يعني انتوا يعني خايفين من الموت. يقعد النبي مهموم لدرجه ان هو يقعد كده ويسند راسه ويمسكها كده، اشيروا علي ايها الناس، من كتر ما هو كان مهموم ومغموم. فيقوم سيدنا ابو بكر الصديق ويثبت الناس ويقول له هنقاتل ويقول له هنحارب ويشجع الموجودين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشيروا علي ايها الناس، فيقوم سيدنا عمر بن الخطاب برضه يحمس الناس وهكذا، والنبي يقول اشيروا علي ايها الناس. فيقوم هذا الشاب العملاق اللي لسه اسلم ما بقالوش كام سنه، احنا بنتكلم على سنه 2 هجريه، احنا بنتكلم على تاني سنه في الهجره في المدينه. فيقوم يقول لعلك تقصدنا يا رسول الله. الصراحه الخطبه دي والله الواحد لازم يحفظها. الكلام بتاع سيدنا سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظه لازم يحفظ. فيقول له لعلك تقصدنا يا رسول الله، انت قصدك على الانصار؟ فالنبي يقول له ليه النبي كان بيقول اشيروا عليا؟ لانه الاتفاق اللي كان بين المسلمين او بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل المدينه اللي هم الانصار ان احنا هنمنعك مما نمنع منه نساؤنا واطفالنا، فلو جه حد يغير علينا في المدينه احنا هنحميك، هنبقى في صفك وهندعمك ومش هنخلي حد يوصل لك. لكن لم يكن جزء من الاتفاق ابدا ان احنا هنروح احنا لنقاتل قريش وان احنا هنروح نقاتل العرب كلهم. لكن خلاص شاء ربنا ان انت اسلمت، لازم تبقى مع هذا الدين 100%، ما يبقاش عندك اجندات خاصة، ان انت تترك كل شيء. فيقول كلام من اروع ما يكون بصراحة، يقول له سير بنا على بركة الله، ده انت لو خضت بنا غمار البحر
والبحر دي بالنسبه للعرب اللي موجودين في الصحراء دي كانت حاجه مرعبه، البحر. حتى سيدنا عمرو بن العاص لما كان رايح يفتح، والله مش فاكر كان ساعه ما راح يفتح على مصر ولا كان ساعه ايه، فوصف له لسيدنا عمرو بن الخطاب البحر قبل ما يخوض بيه الجيش. قال له لا بص، ما تاخدش الجيش، ما تدخلش البحر ده لحد ما توصفه لي. سيدنا عمر بن الخطاب في خلافته اللي هي بعد كام سنه من عمر النبوه فلما يوصفه له يقول له لا ده مرعب قوي، هتموت المسلمين لو انت خدت بيهم، لو انت دخلت بيهم بالجيش هتموتهم على الوصف اللي انت بتوصفه ده. المهم فيقول له لو خضت بنا غمار البحر هنخوض معك وما تخلف منا رجل، ولو تركت اموالنا فوالله للذي اخذت احب الينا مما تركت. لو انت خدت فلوسنا وسبت لنا حاجه بسيطه كده نمشي بيها حالنا، اللي انت خدته احب الينا والى نفوسنا من اللي انت هتسيبه لنا. وقعد قال كلام يدرس. الكلام ده ما كانش هيطلع غير من شخصيه عظيمه اولا، ثم من حد هو ربنا الهمه ان هو يبقى في هذه المكانه، هو ربنا الهمه ان هو يبقى فصل في هذا اليوم الحرج، هو ربنا الهمه ان هو يبقى المغير في حياة الأنصار كلهم وحياة الدعوة بعد كده. فيقول ويقف ويدعم، وبعد كده سبحان الله طبعا ينتصر بقى زي ما كلنا عارفين، يعني ينتصر المسلمين في غزوة بدر. وبعد كده وده بقى كان الموقف برضو اللي كان موقف عظيم، موقف مرعب. عارف انت اللي هو حاجة مستحيل تتوقع ان حد ممكن يتصرف هذا التصرف. تخيل انت مثلا ايه، اصحابك خلاص، ناس قريبين منك وانتوا عايشين اكلين شاربين نايمين مع بعض، وبعد كده في لحظة من اللحظات انت تاخد طريق وهم ياخدوا طريق. انت تاخد طريق مثلا التدين او ايا كان، وتاخد طريق يبعد عنهم، المسار يفترق، لكن علاقتك بيهم طيبة وزي ما بيقولوا كده ايه الماضي برضو، يعني انتوا بينكوا عشرة. فيجي ساعة ما يكتشف ان هم اساءوا وان هم خانوا العهد. وانا كلامي هنا على غزوة الخندق. غزوة الخندق لما اليهود خانوا العهد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وجي النبي كان خلاص بقى تفرغ لهم، خلاص خلصت القصة بتاعت المشركين ورجعوا. فالنبي تفرغ لليهود بتوع المدينة اللي هو المفروض ان هم كانوا حلفائه، ومفروض ان انتوا تبقوا معايا على حرب اي حد يهاجم على المدينة، لكن هم طبعا كالعادة يخونوا العهد. فلما يقولوا احنا مش هنرتضي حد ومش هنرتضي حكم حد غير سيدنا سعد بن معاذ. ليه؟ شوف تدبير ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا سعد بن معاذ كان رئيس قبيلة بني عبد الأشهل، كان قائد للأوس. تمام؟ الأوس دول طبعا احنا عارفين الأنصار أوس وخزرج، فالأوس دول كان عندهم أصحاب من اليهود، والخزرج كان عندهم أصحاب من اليهود. اليهود اللي كانوا في المدينة كانوا كذا قوم، كذا قبيلة. بنو قينقاع دول أصحاب الخزرج، وبنو قريظة دول أصحاب الأوس. بنو قريظة دول أصحاب سيدنا سعد بن معاذ. قبلها بفترة كان بني قينقاع اللي النبي صلى الله عليه وسلم برضو كان معاهدهم. سبحان الله هم دايما بيخلفوا العهد، مش غريبة يعني احنا أصلا توقعنا لنتيجة مختلفة ده غباء. لكن المهم بنو قينقاع راحوا، كان في عندهم سوق، طبعا هم تجار شاطرين قوي، فكان عندهم سوق. فكان في واحدة مسلمة زي ما كلنا عارفين القصة، لكن اللي ما يعرفهاش يسمعها. كان في واحدة مسلمة بحجابها دخلت السوق، فراح واحد من اليهود راح قايم رابط ديل الجلابية بتاعتها في راسها، في الضفاير بتاعتها، او في اللي هي لابساها على راسها. فطبعا لما قامت تكشف جسمها. فواحد من المسلمين قام وراح قاتل هذا اليهودي، راحوا قاتلين هذا المسلم. طبعا هنا في دروس برضو لو احنا هنسرد ونرجع تاني، لكن هنا في دروس ان واحد سبحان الله كان عنده حمية، وان هو علشان خاطر واحدة بس مسلمة ما ينتهكش حجابها، هو قام وضحى بنفسه وموت هذا اليهودي، وبعد كده هم موتوه. خلاص ان شاء الله ده في الجنة وان شاء الله. لكن شوف بقى الحاكم المسلم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده ياخد جيش ويروح يحاصر بني قينقاع 15 ليلة. 15 ليلة قاعدين محاصرينهم علشان خاطر واحدة تكشف حجابها وواحد مات. أظن الدرس يفهم. بني قينقاع جري على
عبد الله بن ابي بن سلول اللي هو كان احد قاده الخزرج، واللي هو كان صاحبهم، واللي هو راس النفاق في المدينه، واللي هو كان بيكره الاسلام وبيكره المسلمين وبيكره النبي صلى الله عليه وسلم، علشان كان خلاص متخيل ان هو هيبقى ملك على المدينه، لكن شاء ربنا ان يحصل الهجره، فكان بيبغض المسلمين وبيعمل بلاوي. لكن وقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم اول ما النبي تمكن من بنو قينقاع، وكان هيقتلهم طبعا، لكن هو وقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: موالية، احسن يا محمد في موالية، يعني ما تعملهمش حاجه، مالكش دعوه بيهم، دول رجالتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متضايق لدرجه ان هو، وده من الحاجات الجميله في وش النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو كان بيعرف في وجهه، مبسوط حتى عرف ذلك في وجهه، متضايق حتى عرف ذلك في وجهه. كان عنده عرق هنا، لما كان بيغضب صلى الله عليه وسلم كان ايه، زي ما تقول كده بينفر كده. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارسلني، سيبني. قال له: لا والله، احسن في مواليه، مالكش دعوه بيهم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يعملش فتنه، وعشان يراضي عبد الله بن ابي بن سلول، في ناس كده سبحان الله مهما تعمل لها هي مش هتطرى، هي هتبقى ناس عرر، يعني ربنا يعافينا يا رب ويكفينا شرهم. هو كده، هو دوني، انت مهما تعمل له وتحاول تسترضيه هو هيفضل يحقد عليك ويحسدك. طب انت هتعمل له ايه؟ هتحاول ان انت ترضي ربنا فيه؟ هو مش هيرضي ربنا فيك. لكن المهم النبي صلى الله عليه وسلم يسابهم، وجزء منهم راح الخيبر. لكن نرجع ليه القصه بتاعتنا، ان هم بنو قريظه بقى اصحاب سيدنا سعد بن معاذ، تخيلوا ان هم لما هيقولوا احنا نرتضي حكم سعد بن معاذ، سيدنا سعد بن معاذ هيعمل زي المنافق عبد الله بن ابي بن سلول، فقال لك احنا ايه، هنرتضي حكمه وخلاص. سيدنا سعد بن معاذ اللي هم ما يعرفوهوش ان هو في عز غزوة الخندق، وفي عز الضغط اللي هم كانوا ضاغطين على المسلمين فيها، وفي عز الفترة اللي كان المسلمين فيها بلغت القلوب الحناجر، تخيل من كتر ما هو بيخاف، تحس ان ايه، بلغت القلوب الحناجر، هيموتوا من كتر الرعب ومن كتر الخوف. بنو قريظة من ناحية والمشركين من ناحية، فكان خلاص الاسلام يعني كان خلاص هيفنى. لكن سبحان الله سيدنا سعد بن معاذ يصاب في هذه الغزوة، احنا بنتكلم على سنة 5 هجرية، ويدعي ربنا دعاء، يقول: يا رب انا عايز استشهد، لكن ما موتش لحد ما اشفي غليلي من بنو قريظة، دول اصحابك بس خانوا النبي وخانوا عهد النبي كده، فالاسلام بالنسبة لي رقم 1. طب واصحابك، الصحبة والمجال والقعدة والرواشة والساء، اسلام رقم 1. فيقول: يا رب ما موتش لحد ما اشفي غليلي من بنو قريظة. ويحصل بعد كده ويقولوا ايه الحكم اللي احنا هنرتضي الحكم بتاع سيدنا سعد بن معاذ، ظنا منهم ان هيحصل نفس اللي حصل قبل كده. لكن سيدنا سعد بن معاذ يقول الحكم بتاع رب العالمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات. تخيل ان ربنا يجري على لسانك ارادته، ويجري على لسانك قدره، ويجري على لسانك حكمته. ربنا يرزقنا الحكمة يا رب، ويرفع قدرنا، ويجعلنا سبب في رفعة الإسلام والمسلمين. تخيل واحد كان دي المواقف بتاعته مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كمان كان فارق في اتجاه الإسلام كله بعديه، يعني بمجرد إسلامه الإسلام كله اختلف بمجرد إسلامه. فعشان كده الواحد لما بيسمع مثلا حد بيسب الصحابة ولا بيجيب سيرة انت بتتكلم على ايه؟ انت الناس دي كبيره قوي عندنا، الناس دي كانت هي السبب في ان الاسلام يوصل لنا اصلا، احنا بنقول الحمد لله دلوقتي بسببهم، احنا مجرد حسنه من حسناتهم. نتمنى لو انت يعني ملحوظه هتاخدها من هذا الفيديو الطويل، معرفش والله هيبقى قد ايه، ان انت حتى لو عندك 30 سنه ما تيأسش، ان انت ممكن تستدرك، لان انت بتستدرك عند رب عظيم، رب كريم، فممكن يغير حالك، وممكن تبقى شخصية فارقة في يوم وليلة، زي ما سيدنا سعد بن معاذ كان إسلامه فارق في يوم وليلة. وإن أنت ممكن يبقى سنين التزامك أو سنين شغلك أو سنين الحاجة اللي أنت عملتها دي ما تبقاش كبيرة، لكن سبحان الله يبقى أثرها عظيم. فلا تيأس، واستعين بالله، وادعي كتير إن ربنا يستخدمك ولا يستبدلك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ويمكن تقدر تحط نقطة عشان يجي اللي يبدأ من أول السطر. السلام عليكم.